السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى ايه المشترك بين واحد عنده دور برد وواحد تاني اتخبط في ركبته وواحد تالت عنده حساسية؟ المشترك بين التلاتة دول هو ان التلاتة عندهم التهابات. المحاضرة اللي فاتت سيبنا الخلية وهي بتعاني، فاكرين؟ لما الخلية تعرضت لستريس او مشكلة كان قدامها طريق من الاتنين، يا اما تتأقلم وتعيش، وده كان موضوع المحاضرة الاولى cellular adaptation، ولو ما قدرتش تتأقلم بتموت، وده كان موضوع المحاضرة التانية cell death and necrosis. طيب لما الخلية تموت هل الخلايا اللي حواليها بتسكت؟ لا، مش بتسكت، دي بتصوت وتلم الناس عليها. الصويت اللي بيحصل ده بقى هو موضوعنا النهاردة، موضوع الالتهاب او الانفلاميشن. تعالوا نفكك التعريف كلمة كلمة علشان نفهم معنى كل كلمة. تعريف الانفلاميشن أو الالتهاب إنها عبارة عن local protective response of living vascularized tissue to injury. يعني إيه الكلام ده؟ local يعني موضعي، بيحصل في مكان الإصابة. طيب protective يعني إيه؟ يعني ده رد فعل مناعي عشان يحميك مش عشان يؤذيك، إلا في حالات معينة هنشوفها بعدين. living ودي أهم كلمة في المصطلح كله. ما ينفعش نسيج ميت يعمل التهاب. الالتهاب بيحصل في الخلايا الحية اللي حوالين الجزء الميت، يبقى لازم النسيج اللي يلتهب يبقى حي. vascularized يعني المكان لازم يكون وصوله دم، عشان كده القرنية اللي في العين لو اتخبطت الالتهاب فيها بيكون بطيء وصعب لان ما فيهاش دم. يبقى تاني تعريف الانفلاميشن عبارة عن local مكان الإصابة، protective علشان يحميك مش يأذيك، response استجابة local protective response of living عايش، نسيج عايش اللي هيعمل التهاب لازم يكون عايش، vascularized عنده دم، يبقى local protective response of living vascularized tissue to injury. ده تعريف الانفلاميشن. طيب ايه اللي ممكن يستفز الجسم او ايه الاسباب اللي تخلي الجسم يعمل التهابات؟ خلينا نقسمهم ل5 مجموعات. رقم 1 هي الانفكشنز، ودول اشهر حاجة، البكتيريات، الفيروسات، الفطريات. 2 physical agents حاجات فيزيائية زي التروما او الخبطة، الحرارة العالية، البرودة الشديدة. 3 chemical agents حاجات كيميائية سواء كانت بقى احماض كاوية او حتى سموم. رقم 4 هو النسيج الميت. الجسم بيعتبر النسيج الميت ده النيكروتيك تيشو، بيعتبره جسم غريب ولازم يعمل انفلاميشن او التهاب عشان ينظف المكان من النسيج الميت ده. رقم 5 في الاسباب هي مشاكل المناعة زي الحساسية، allergy، وامراض المناعة الذاتية الاوتو اميون ديزيز. يبقى تاني الاسباب infections, physical agents, chemical agents, necrotic tissue, immunological or hypersensitivity reactions. طيب ايه الهدف من العملية دي؟ رقم 1 هو اننا نقتل البكتيريا او العامل المسبب، eliminate the cause، نتخلص من السبب. تاني حاجة هو اننا ننظف مكان الالتهاب عشان نبدأ عملية الاصلاح والتعمير، عملية الريبير، وده موضوع المحاضرة الجاية ان شاء الله. اي عضو بيلتهب بنحط في اخره ايتس، ودي انتم عارفينها من ايام الترمينولوجي، لكن خلوني افكركم بيها. لو حصل التهابات في اللوز التونسلز بيكون اسمها تونسلايتس، ابندكس ابندسايتس. لكن خلي بالك من الاستثناءات اللي هتقابلك، التهاب الرئة او اللنج مش لانجايتس، اسمه نيمونيا. والتهاب الغشاء البلوري اللي بيغلف اللنج البلورا مش بلورايتس، اسمه بيلورسي. تونسلز تونسلايتس، ابندكس ابندسايتس، لنج نيمونيا، بلورسي. شكل الخناقة بقى بيبقى عامل ازاي؟ مش كل الخناقات زي بعض، احنا بنقسم الالتهاب لنوعين رئيسيين حسب السرعة والمدة. النوع الاول هو الالتهاب الحاد او الاكيوت انفلاميشن، والنوع التاني هو الكرونيك انفلاميشن او الالتهاب المزمن. نبدأ بالالتهاب الحاد او الاكيوت انفلاميشن، ده بيبقى رد فعل فوري ومباشر للإصابة. البداية بتاعته او الأونست بيحصل فورا خلال دقايق او ساعات، يبقى رابيد اونست. المدة او الديوريشن بيخلص بسرعة جدا، يعني بيقعد ساعات او ايام بالكتير، شورت ديوريشن. الخلايا الموجودة في الالتهاب الحاد هم النيوتروفيلز، عساكر المشاة. العلامة المميزة أو الكاركترستيك ساين هي التورم أو الإديمة، وأشهر مثال هو الأبسس. يبقى الالتهاب الحاد rapid onset short duration، والخلايا هي النيوتروفيلز، والعلامة المميزة التورم أو الإديمة،
واشهر مثال هو الابسس الخراج. نيجي بقى للكرونيك انفلاميشن الالتهاب المزمن، ده بقى موضوع طويل ومحتاج نفس طويل زي الكليه بتاعتنا كده. البدايه بتاعته الانست بيبدا ببطء وبياخد ايام، المده او الديوريشن بيطول معانا بيقعد شهور او سنين، واشهر الخلايا في الالتهاب المزمن هم الماكروفاج الخلايا الاكوله والليمفوسايت. والعلامه المميزه للالتهاب المزمن او الكرونيك انفلاميشن هي الفايبروزس التليف، وانه بيكون اوعية دموية جديدة blood vessel proliferation، واشهر مثال هو مرض السل tuberculosis TB. طيب عظيم جدا، نلم اللي فات بقى واحدة واحدة. اتكلمنا عن التعريف ان هو عبارة عن استجابة وقائية لنسيج حي وصل له دم local protective response of living vascularized tissue to injury. وعرفنا الأسباب: عدوى، حاجات فيزيائية، حاجات كيميائية، نسيج ميت أو مشاكل مناعية. السؤال المهم دلوقتي، انا كدكتور واقف في الاستقبال اعرف منين ان العيان ده عنده acute inflammation بمجرد النظر؟ بصوا يا شباب، دي صورة البطاقة بتاعتي، هتلاقوا فيها 5 بيانات: 1 2 3 4 5. واي انفلاميشن في الدنيا او اي التهاب حاد في الدنيا عنده بطاقة زي دي. ودي البطاقة بتاعت الانفلاميشن، بيبقى موجود عليها 5 علامات بنسميهم الكاردينال ساينز. ركز معايا عشان لازم تحفظهم دلوقتي. اول حاجة بتشوفها في البطاقة بتاعة الالتهاب الحاد هي الريدنس، ريدنس يعني احمرار. تاني حاجة هتشوفها في البطاقة هي الهوتنس، هوتنس يعني سخونة. تالت حاجة هي السويلنج تورم. رابع حاجة هو البين وجع شديد. خامس واخر حاجة هو اللوس اوف فانكشن. تاني، ريدنس احمرار، هوتنس حرارة عالية، سويلنج تورم، بين يعني وجع شديد، ولوس اوف فانكشن يعني مش قادر يشتغل. دول اسمهم الكاردينال ساينز 5: ريدنس، هوتنس، سويلنج، بين، لوس اوف فانكشن. احفظهم دلوقتي. طيب سؤال، ايه اللي بيحصل في الانفلاميشن عشان المكان يحمر ويسخن ويورم بالشكل ده؟ تعالوا نكبر الصورة وندخل جوه ونشوف ايه اللي بيحصل. وعشان ما نتوهش في تفاصيل الاكيوت انفلاميشن، تخيلوا ان الالتهاب الحاد ده عبارة عن مسرحية، والمسرحية دي جزئين. الجزء الأول اسمه vascular events، أحداث الجزء ده كلها بتحصل في الأوعية الدموية، من اسمه vascular يبقى بتحصل فين؟ في البلاد فيسلز. الجزء التاني اسمه cellular events، ودي لحظة وصول جيش من خلايا المناعة ونزولهم لأرض المعركة عشان يفرموا البكتيريا. طيب يلا نبدأ بالجزء الأول، الفاسكولار ايفنتس. تخيلوا معايا إن الوعاء الدموي ده طريق إمداد للجيش. الجيش ده اللي هو خلايا المناعة. الطريق ده بيحصل له 4 تغيرات: 1 2 3 4. الموضوع بيبدأ ازاي؟ بيبدأ بإن انت مثلا وانت في المطبخ وبتعمل حاجة بالسكينة عورت صباعك، أول ما بتحصل الإصابة الوعاء بينقبض لثواني، بنسمي الانقباض اللحظي ده transient vasoconstriction. transient يعني لحظي، vasoconstriction يعني انقباض في الوعاء. بعدها وبدون أي مقدمات بتطلع مواد كيميائية زي الهستامين، وده أهم واحد فيهم. والمواد الكيميائية دي بتدي أمر للوعاء إن هو يوسع جدا، يعمل vasodilation. طيب ليه؟ علشان يجيب دم كتير للمكان ده، والنتيجة إن الدم الكتير في المكان ده بيخلي المكان أحمر وسخن، redness and hotness. والاحمرار ليه اسم تاني، الرثيمة. يبقى كده حصل transient vasoconstriction انقباض لحظي، بعدها على طول حصل vasodilation نتيجة المواد الكيميائية واشهرهم الهستامين، كده الوعاء وسع. تالت حاجة بتحصل في الوعاء الدموي ان الخلايا بتاعته بتنقبض، فلما تنقبض تكش، ولما تنقبض وتكش تبعد عن بعضها، فبتعمل بينها فجوات. المية والبروتين اللي في الدم يهربوا من الدم ويطلعوا بره للأنسجة من خلال هذه الفجوات. اللي حصل ده اسمه زيادة في النفاذية، increased permeability. يبقى ايه اللي حصل في زيادة النفاذية؟ الاندوثيليوم الخلايا المبطنة للوعاء الدموي انقبضت، حصل لها انقباض فكشت، فخلت بينها ايه؟ فجوات. ونتيجة اللي حصل ده ان تراكم المية او البلازما بيعمل ورم سويلنج او اديمة، وضغط الورم ده على الاعصاب اللي في المنطقة دي بيعمل وجع بين. يبقى تاني، انقباض لحظي transient vasoconstriction، ثم vasodilation بسبب الهستامين فالدم زاد فحصل احمرار وسخونة، ثم زيادة في النفاذية فالمية خرجت عملت تورم، ضغطت على الأعصاب عملت شعور بالألم. ولما المية أو البلازما دي تهرب من الوعاء الدموي، الدم اللي جوه
بيبقى تقيل ولزج لأن الخلايا بقى تركيزها عالي والمية قليلة، فالدورة الدموية في المنطقة دي بتبقى بطيئة جدا. بيسموا البطء ده ستيزس، يعني ركود. طيب البطء ده أو الاستيزس إيه فايدته؟ ده عشان ندي فرصة لخلايا المناعة إن هي تركن على جنب وتنزل من الأتوبيس وتروح تحارب. طيب حلو أوي. يبقى احنا شفنا بعينينا الكاردينال ساينز، العلامات الخمسة: redness, hotness, swelling, pain, loss of function، وفهمنا التفسير الفسيولوجي بتاع كل علامة فيهم. لما حصل توسيع في الوعاء الدموي vasodilation عمل حمار وسخونة redness وhotness. لما حصل زيادة في النفاذية increased permeability عملت ورم وألم. وطبعا لما يكون في ورم ووجع شديد في منطقة الالتهاب، الخلايا في المنطقة دي مش هتقدر تقوم بوظيفتها. طيب ثواني، السويلنج أو الإديمة اللي حصلت دي عبارة عن سائل خرج من الدم. طيب السائل ده مواصفاته ايه؟ وهل اي سويلنج يحصل يبقى ناتج عن التهاب؟ هنا بقى لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا: الترانزيوديت والاكزيوديت. عشان نقدر نفرق بين الترانزيوديت والاكزيوديت لازم نتخيل ان الجدار الوعاء الدموي ده عامل زي المصفى. في الحالة الاولى، في حالة الترانزيوديت، لو المصفى سليمة والخروم بتاعتها ضيقة بس ضغط المية هنا زاد، ايه اللي هيعدي من الخروم دي؟ المية فقط، والبروتينات الكبيرة هتتحبس جوه. السائل اللي خرج ده بنسميه ترانزيوديت. سبب الترانزيوديت حاجة من الاتنين: زيادة في الضغط، زيادة في الهيدروستاتيك بريشر، او نقص في كمية البروتين. البروتين هنا بيعمل ضغط اسمه الازموتيك بريشر او الانكوتيك بريشر. يبقى سبب الترانزيوديت زيادة ضغط او نقص بروتين. طيب ايه هي الخصائص بتاعة الترانزيوديت؟ شكله بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عبارة عن مية صافية كلير ووتر. البروتين كونتنت، كمية البروتين قليلة جدا. السبيسيفيك جرافيتي بتكون قليله برضو. يعني ايه قليله؟ يعني السائل ده بيبقى مخفف فيه ميه كتير بالنسبه لكميه المواد اللي في الميه دي. بالنسبه للخلايا ما فيهوش اي خلايا، نو انفلاماتوري سيلز. يبقى الترانزيوديت المصفى بتاعتنا سليمه والاخرام بتاعتها ضيقه، سببها زياده ضغط او نقص كميه البروتين. الميه بتكون صافيه، البروتين قليل، السبيسيفيك جرافيتي قليله، ومفيش اي خلايا. المصطلح التاني وهو الاكزيوديت، ده بقى اللي بيحصل مع الالتهاب. وفي الحالة دي المصفى الاخرام بتاعتها وسعت جدا، البرميابيليتي زادت، حصل increased permeability يعني النفاذية زادت. طيب في الحالة دي ايه اللي هيعدي؟ كل حاجة هتعدي، المية هتعدي، وخلايا المناعة هتعدي، والبروتينات زي الفايبرينوجين برضه هيعدي من الفتحات الواسعة دي. السائل اللي خرج ده بنسميه ايه؟ بنسميه اكزيوديت. سببه هو زيادة البرميابيليتي. نيجي للخصائص. بالنسبة لشكله بيبقى معكر وتقيل، ومعكر يعني تربد، وممكن يتجلط لو سبته علشان فيه فايبرينوجين، وده بروتين مهم جدا هنتكلم عنه بالتفصيل في عملية التجلط بعدين في موديول الهيماتولوجي. بالنسبة لكمية البروتين فهو فيه كمية حلوة قوي من البروتين، خصوصا الفايبرينوجين. بالنسبة للسبيسيفيك جرافيتي عالية. طيب هل عنده خلايا؟ موجود عنده خلايا ريتش ان انفلاماتوري سيلز، وخصوصا النيتروفيل. طيب ليه الجسم بيعمل اكزيوديت لما يكون عندنا التهابات او انفلاميشن؟ ايه فايدته او ايه هي الوظائف بتاعته؟ وظائف الاكزيوديت عندنا 4 وظائف مهمين جدا لازم تحفظهم. اول حاجة ديليوشن او دايلوشن، المهم يعني انه بيخفف تركيز السموم، فلما يخفف السموم بتاعة البكتيريا يقلل الدمج الناتج عنها. تاني وظيفة انه بيشتغل ديليفري. بيوصل كام حاجة؟ قالك بيوصل 5 حاجات: انتي بوديز اجسام مضادة، انتيبيوتكس مضادات حيوية، كيميكال ميدياتورز هنتكلم عنها بالتفصيل، اكسجين ونيوترينز اكسجين ومغذيات. فايبرين فورميشن، الفايبرونجين البروتين اللي اتكلمنا عنه بيتحول لفايبرين، وده بيعمل زي شبكة. الشبكة دي بتحاصر البكتيريا وتمنعها من ان هي تنتشر، وكمان الشبكة دي بتشتغل ككوبري تمشي عليه خلايا المناعة. رابع وظيفة للإكزيوديت انه بيعمل اميون ستيميوليشن، بيعمل تحفيز للاستجابة المناعية. يبقى وظائف الإكزيوديت تاني: بيعمل ديليوشن تخفيف للسموم بتاعة البكتيريا فيقلل الدمج او الضرر. تاني حاجة بيشتغل ديليفري، بيوصل كام حاجة؟ 5: اجسام مضادة، مضادات حيوية، كيميكال ميدياتورز اكسجين ومغذيات، انتي بوديز انتيبيوتكس كيميكال ميدياتورز اكسجين نيوترينز. شبكة من الفايبرين بتحاصر البكتيريا وتمنعها من الانتشار، وكمان الشبكة دي بتشتغل ككوبري تمشي عليه خلايا المناعة.
وأخيرا تحفيز الاستجابة المناعية. طيب يا دكاترة، احنا لحد دلوقتي فرشنا فرشة محترمة، وسعنا الوعاء الدموي وعملنا فجوات في الجدار تعدي منها الخلايا، زيادة في النفاذية increased permeability، وبطأنا سرعة الدم. كل ده كان تجهيزات لوصول جيش من خلايا المناعة، خلايا الدم البيضاء اللوكوسايتس، واهم اتنين هما اللي بيبلعوا البكتيريا زي النيتروفيل والماكروفاج. كده خلصنا الجزء الاول من المسرحيه الفاسكولار ايفنتس. الجزء الثاني من المسرحيه هو السيلولار ايفنتس، وعدد المراحل في الجزء ده 3. 1 2 3. تعالوا نمشي مع الخليه خطوه خطوه وهي بتخرج من الوعاء الدموي وتروح تشوف البكتيريا فين في النسيج. العمليه دي بتتم على 4 خطوات: 1 2 3 4. في الطبيعي خلايا الدم بتبقى ماشية في نص الوعاء لامينار فلو علشان الدم سريع. لما الدم يكون بطيء ويحصل استيزيس ركود، الخلايا بتبدأ تتطرف، تروح على الأطراف، تروح ناحية الجدار الاندوثيليوم. العملية دي اسمها مارجينيشن. الخلية بقى مش بتلزق مرة واحدة، دي بتمشي تتدحرج الأول. ليه؟ لأن في مطبات بتظهر على جدار الوعاء الدموي. المطبات دي اسمها سيلكتنز. السيلكتنز دي بتمسك في الخلية ماسكة ضعيفة، فتخليها تتدحرج وتقف، تتدحرج وتقف. يبقى عملية الرولينج او الدحرجة بتتم بواسطة السيلكتنز، المطبات. هنا بيظهر كلبشات في الجدار اسمها الانتجرنز. بعد ما الخلية كانت بتتدحرج براحتها رولينج، اول ما الانتجرنز تظهر الخلية بتتكلبش في جدار الوعاء الدموي، ومهما تيار الدم زقها هي خلاص محكومة، حصل فيرم ادهيجن، لزقت خلاص. بعد ما عملنا الرولينج والادهيجن ما بيكونش في خلية واحدة بس هي اللي واقفة، ده طن من كرات الدم البيضاء بيبقى واقف مترصص جنب بعضه كده على طول جدار الوعاء الدموي. عارف لما تروح الموقف وتلاقي العربيات كلها مرصوصة ورا بعض كده على الرصيف؟ الرصة دي اسمها بافيمنتنج. نيجي لآخر خطوة، فجأة الخلية تلمح فتحة في الجدار. هتعمل ايه بقى عشان تخرج؟ الخلية بتبدأ تفعص نفسها وتطلع أطراف رفيعة اسمها سودوبوديا عشان تحشر نفسها في الفراغ الضيق ده وتعدي الناحية التانية. وعشان تعدي من غير ما تتحشر محتاجة مادة تزحلقها. جزيء البي كام 1 أو السي دي 31 هو الفازلين اللي بيسهل زحلقة الخلية المناعية دي بين خلايا الجدار عشان تعدي الناحية التانية بسلام. أول ما تخرج نقول لها الحمد لله على السلامة، انت دلوقتي سيبتي الوعاء وبقيتي موجودة في أرض المعركة. انت كنتي جوه الفيسل، دلوقتي بقيتي اكسترا فاسكولار سبيس، بره الفيسل. خلاص كده خلصنا الايفنت الاولاني من الجزء الثاني من مسرحيه الاكيوت انفلاميشن. نيجي للايفنت الثاني بقى. هنا الخليه خرجت، الدنيا ضلمه ومتاهه. هتعرف ازاي مكان البكتيريا، او هتعرف مكان البكتيريا منين؟ لا معاها جوجل ماب ولا معاها حد تساله البكتيريا موجوده فين. الخليه هنا بتتحول لمخبر عنده مناخير كبيره، ريسبتورز بيشم بيها ريحة العدو. الخلية بتمشي ورا الريحة لحد ما تجيب العدو من قفاه. العملية دي اسمها كيموتاكسس، يعني الخلية ماشية ورا منابع الريحة. الحركة بتاعتها دايركتد بالكيميكال جريدينت، يبقى كل ما الريحة تتقل الخلية تعرف ان هي قربت. طيب ايه هي بقى الروائح اللي بتسحب الخلية ناحية البكتيريا؟ هنقسم الروائح دي لاتنين: روائح براني اكسوجينس، دي ريحة عرق البكتيريا نفسها. أول ما البكتيريا ما بتدخل بتبخ سموم وفضلات، الخلية بتلقطها فورا، بكتيريال برودكتس. وزي ما في روايح براني في روايح جواني، دي بقى نداءات الاستغاثة اللي الجسم بيفرزها. ودول 3 مهمين: رقم 1 هو C5A، رقم 2 اللوكوتريين B4 هنتكلم عنه كمان شوية، رقم 3 العميل رقم 8 انترلوكين 8. الخلية بقى بتشم الكوكتيل ده وتفرش الأقدام الكاذبة بتاعتها. الأقدام الكاذبة دي السودوبوديا، احفظ الاسم ده، وتبدأ تزحف في اتجاه الريحة لحد ما توصل للعدو البكتيريا. صلى على النبي. يبقى احنا عملنا ايه لحد دلوقتي؟ اول حاجة مارجينيشن، الخلية ركنت على جنب. 2 رولينج، اتدحرجت بسبب السيلكتنز. 3 ادهيجن، قفشت ولزقت قفشة ميري بسبب الانتجرنز، الكلبشات. 4 ديابيديزيس او ترانس مايجريشن، عصرت نفسها بمساعدة البي كام 1. 5 كيموتاكسيس، مشت ورا ريحة السي 5A والليوكوتراين بي 4 لحد ما وصلت للبكتيريا. دلوقتي الخلية واقفة وش لوش قدام البكتيريا، هتعمل ايه؟
هتاكلها. ودي عملية الفاجوسايتوزيس، الايفنت الثالث من الجزء الثاني من مسرحية الاكيوت انفلاميشن. فاجوسايتوزيس، عملية البلعمة. العملية دي بتتم في 3 خطوات. الخطوة الأولى recognition and opsonization. الخلايا المناعية زي النيتروفيل والماكروفيج، وده الاسم المختصر للنيتروفيل، والنيتروفيل بنسميها برضو المايكروفيج، ومايكرو عشان بتاكل الحاجات الصغيرة. خلايا الماكروفيج بتاكل الحاجات الكبيرة والصغيرة وأي حاجة. المهم الخلايا دي بقى ما بتعرفش تبلع البكتيريا حاف كده، ما بتتقبلش طعمها كده على طول، لازم حد يرش توابل على البكتيريا عشان تعرف تاكلها. عملية رش التوابل دي اسمها اوبسونايزيشن، تتبيل البكتيريا. مين بقى التوابل اللي بنحطها على البكتيريا وتخلي طعمها حلو دي؟ مين هما الاوبسينينز؟ قالك هما 2 زي الملح والفلفل كده. واحد الأجسام المضادة زي الاي جي جي، ده بيمسك البكتيريا من ديلها، الاف سي بورشن. والتاني هو بروتين السي 3 بي، ده تبع الكومبلمنت سيستم. اول ما الخليه المناعيه تشوف التوابل دي على البكتيريا بتمسك فيها على طول. كده خلصنا الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه البلع، الانجولفمنت. الخليه المناعيه هنا بتطلع دراعات سودوبوديا تحضن بيها البكتيريا وتقفل عليها وتدخلها جواها في حويصله. الحويصله دي بنسميها فاجوزوم. بعد كده الفاجوزوم اللي جواه البكتيريا بيلحم مع حاجة جوه الخلية اسمها لايزوزوم، ولما الفاجوزوم يلحم مع اللايزوزوم يدونا فاجو لايزوزوم. جوه الفاجو لايزوزوم ده بيتم قتل وتحليل البكتيريا بطريقتين او بسلاح من الاتنين. السلاح الاول والاهم والاقوى اللي بيعتمد على الاكسجين، اكسجين ديبندنت، مش غريب علينا. ايه اللي بيحصل؟ الخلية بتسحب كمية كبيرة من الاكسجين فجأة، ومن خلال انزيم اسمه الناد بي اتش اوكسيديز بيتكون مركب اسمه سوبر اوكسايد. اسمه مش غريب علينا، اتكلمنا عنه في الفري راديكالز المحاضرة اللي فاتت. بعدين السوبر اوكسايد يتحول لمية نار، هيدروجين بروكسايد H2O2. ممكن كمان يجي انزيم اسمه المايلو بروكسيديز يحط على الهيدروجين بروكسيد كلور ويحوله لمادة كاوية. المادة دي هي الكلور المركز اللي بيفجر البكتيريا فورا. كمان الانزيم ده بيعمل اوكسيديشن للبروتينات بتاعة البكتيريا، يعني بيحرق الانزيمات بتاعتها، وكمان بيفرتك الجدار disrupt السيل وول، فالبكتيريا بتتدمر في ثواني. السلاح التاني ده حاجة كده احتياطي وليس افكتيف، يعني مش فعالة قوي، مش بتعتمد على الاكسجين، اكسجين اندبندنت. زي مين؟ عندنا 4 امثله. اللايزوزومز دي بتكسر جدار البكتيريا. اللاكتوفرين ده بروتين بيسرق الحديد من البكتيريا عشان ما تعرفش تتكاثر. ميجور بيزك بروتين ده السلاح اللي بيقتل الطفيليات، وموجود بالذات في خلايا الايزينوفيلز. وفي بروتينات اسمها الديفنسنز، وانزيمات زي الفوسفولايبيزس والنيوكلييزس. طيب صلى على النبي. كده الخلايا هاجرت وخرجت من الوعاء الدموي، عملت ايميجريشن، بعدين شمت ريحة البكتيريا، حصل كيموتاكسس، حطت توابل على البكتيريا اوبسونايزيشن، وبعدين بلعت البكتيريا وفرمتها بالكلور ومية النار engulfment and killing. بس ثانية واحدة، مين المايسترو اللي كان بيدي الأوامر دي كلها وبيرتب الأحداث دي؟ وإزاي الخلايا بتتواصل مع بعضها؟ ومين اللي قال الوعاء الدموي يعمل فازو دايليتيشن؟ ومين اللي نادى على جيش المناعة؟ ومين اللي سخن الجسم؟ اللي عمل كل ده هما الكيميكال ميدياتورز. الكيميكال ميدياتورز دول هما اللاسلكي بتاع الجهاز المناعي. ورقة وقلم وركز معايا عشان دي فيها حفظ وفهم وأسئلة MCQ. عشان نفهم لغة التفاهم بين الخلايا ومنتهش، خلونا نقسم الكيميكال ميدياتورز لمصدرين: سيل درايفد وبلازما درايفد. سيل درايفد يعني خارجين من مخازن جوه الخلايا زي المصانع المحلية في البلد كده، حاجة جوه الخلايا. بلازما درايفد يعني متصنعين في الكبد وماشيين في الدم في صورة خاملة، في صورة inactive، ومستنيين شرارة علشان يشتغلوا. المفروض السهم ده يبقى العكس، هم طالعين من الكبد ورايحين للدم. بعد المصادر خلونا نشوف الخصائص العامة اللي لازم تعرفها عن الكيميكال ميدياتورز. 3 خصائص. أول حاجة خاصية القفل والمفتاح. كل رسالة بتمسك في مستقبلات خاصة specific receptors. يبقى أول خاصية القفل والمفتاح، كل رسالة ليها مستقبل
خاص بيها. تاني خاصية ان عمرها قصير، اغلبهم بيموتوا بسرعة عشان الالتهاب ما يفضلش شغال على طول. الخاصية التالتة هي التأثير المتسلسل، رسالة واحدة منهم ممكن تخلي الجسم يطلع وراها 10 رسائل تانيين يكملوا المعركة. يبقى المصادر يا اما حاجات جوه الخلية سيل درايفد وبلازما درايفد، والخصائص 3: القفل والمفتاح، عمرها قصير، وبتعمل تأثير متسلسل. تعالوا نبدأ باللي بيطلعوا من جوه الخلية، السيل درايفد ميدياتورز، ودول نوعين: حاجات جاهزة بري فورمد متخزنة في حبيبات جوه الخلية ومستنية تطلع وتفرقع، وحاجات بتتصنع وقت اللزوم نيولي سينسيسايزد زي البروستاجلاندينز والسيتوكاينز. خلونا نبدأ بالجاهز، وأول عيلة هي الفازو أكتيف أمينز. أشهر واحد في العيلة دي هو الهستامين، مهم جدا جدا جدا. هنعرف عنه بيطلع منين وإمتى بيطلع، ولما بيطلع بيعمل إيه. بيطلع من الماست سيلز والبيزوفيلز والبليتلتس، الصفائح الدموية. بيطلع إمتى أو إيه هي التريجرز، الحاجات اللي بتعمل ستيميوليشن عشان الهستامين يطلع؟ اول حاجه لو حصلت خبطه او تروما او تعرضت لحراره عاليه. تاني حاجه الالرجي، تفاعلات الحساسيه بمساعده الاي جي اي. 3 يطلع نتيجه اوامر من السيتوكاينز او نظام المتمم الكومبلمنت سيستم C3A و C5A. يبقى كده عرفنا بيطلع منين وامتى بيطلع. طيب لما بيطلع بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين: واحد فازو دايليتيشن، بيوسع الوعاء الدموي. تاني حاجه increased permeability، بيزود النفاذية، بيخلي الخلايا المبطنة للأوعية الدموية دي تكش، ولما تكش يظهر بينها فجوات فالمية تطلع. حتى فارماكولوجي، الهستامين بيمسك في ريسبتور اسمه H1، هو هستامين الريسبتور H1. لذلك تلاقي أدوية الحساسية اسمها H1 بلوكر، بتقفل الريسبتور بتاع الهستامين فتمنع تأثيره. اكتب عندك في اخ تاني للهستامين اسمه سيروتونين، وده بيطلع من البليتلتس وبيعمل نفس الشغل تقريبا. تاني حاجة هي مشتقات حمض الأراكودينيك أو الأراكودينيك أسيد ميتابولايتس، موضوع مهم جدا جدا في الباثولوجي وخصوصا في الفارماكولوجي. حمض الأراكودينيك ده مش موجود حر، ده بيبقى مستخبي ومتخزن في الدهون بتاعة غشاء الخلية، الممبرين فوسفوليبيدز. لما الخلية تتنشط بأي إصابة أو ميكروب بيتحرر الحمض ده ويدخل في خط إنتاج من الاتنين حسب الإنزيم اللي هيشتغل عليه. ركز من فضلك، يا إما الكوكس باسوي يا إما اللوكس باسوي، يا إما الكوكس يا إما اللوكس. الكوكس باسوي ده المصنع اللي بيطلع عيلة البروستاجلاندين ومعاهم الإخوة الأعداء الثرومباكسين A2 والبروستاسايكلين. عيلة البروستاجلاندينز زي البروستاجلاندين A2 و D2، بروستاجلاندين A2 وبروستاجلاندين D2 دول تخصص فرهضة، بيعملوا فازو دايليتيشن وبيزودوا البرميابيليتي. كمان هم المسؤولين الأساسيين عن الوجع والسخونية بين اند فيفر في الجسم كله. طيب المسكنات بقى زي الاسبرين والبروفين بيشتغلوا ازاي؟ هقولك. عشان الجسم يصنع بروستاجلاندين بيحتاج انزيم اسمه الكوكس. الاسبرين والبروفين بيدخلوا يكتفوا الانزيم ده، والنتيجة مفيش انزيم فمفيش بروستاجلاندين، فالوجع يقل والحرارة تنزل. بعد عيلة البروستاجلاندينز عندنا الثرومباكسين A2 والبروستاسايكلين، الاتنين عكس بعض. الثرومباكسين A2 بتاع مشاكل، بيعمل فازو كونستريكشن، انقباض للأوعية الدموية، وبيخلي الصفائح تلزق في بعضها وتعمل جلطة، حاجة اسمها بليتلت اجريجيشن، هناخدها في الهيماتولوجي بعدين. واللي عكس الثرومباكسين A2 هو البروستاسايكلين، بيطلع من جدار الأوعية عشان يعمل فازو دايليتيشن وانتي بليتلت اجريجيشن، بيوسع الوعاء ويمنع تجلط الصفائح الدموية. الاتنين عكس بعض. يبقى الكوكس عنده بروستاجلاندينز، ثرومباكسين A2، بروستاسايكلينز. خط الانتاج التاني وهو اللوكس باسوي، ده المصنع اللي بيطلع عيلة الليكوتراينز في الخلايا المناعية، ودول ليهم تخصصين. اول تخصص هو الجي بي اس. عندنا الليكوتراين B4، ده اللي بيجذب الخلايا المناعية لمكان المعركة، بيعمل كيموتاكسس. التخصص التاني هو الخنقة. باقي العيلة الليكوتراين C4 و D4 و E4 بيعملوا انقباض شديد في الشعب الهوائية، والبرونكوسبازم بتاعهم أقوى بكتير من الهستامين، عشان كده هم المتهم رقم 1 في مرضى الربو أو الأزمة. يبقى الأراكودينيك أسيد يا إما يخش في الكوكس باسوي يا إما اللوكس باسوي. في الكوكس هيدينا البروستاجلاندينز فازو دايليتيشن ويزودوا البرميابيليتي، بيعملوا وجع وحرارة.
يا اما الثرومباكسين A2 والبروستاسايكلين بيشتغلوا عكس بعض. ده الكوكس. اللوكس بيطلع عيلة الليوكوترايينز مقسومين لتخصصين. التخصص الاول الجي بي اس الكيموتاكسس الليوكوترايين B4، الباقيين C4 وD4 وE4 بيعملوا خنقة برونكوس باز. بليتلت اكتيفيتنج فاكتور عامل تنشيط الصفائح الدموية، ده بيطلع من الخلايا المناعية والماست سيلز الخلايا الصارية، ومفعوله رهيب جدا. بيعمل ايه؟ من اسمه بيعمل اكتيفيشن للبليتلتس، بيعمل اكتيفيشن للبليتلتس وكمان بيعمل اجريجيشن، بيخليهم يلزقوا في بعض عشان يعملوا جلطة كلوت فورميشن. تاني حاجة هو الشوكينج افكت، برضو بيعملوا خنقة للعيان، بيعملوا فازو كونستريكشن وبرونكوسبازم. برونكوسبازم زي الليوكوترايين. وفي مفاجأة هنا ان البليتلت اكتيفيتنج فاكتور في التركيزات القليلة بيعلي البرميابيليتي جدا. في التركيزات القليلة بيبقى اقوى من الهستامين 100 مرة. 100 مرة ايه؟ 10,000 مرة. رابع نوع من الكيميكال ميدياتورز هما السيتوكاينز السيتوكينات. دول عبارة عن بروتينات بتفرزها القيادات زي مين؟ زي الماكروفاج والليمفوسايتس. ليه؟ علشان ينسقوا المعركة. اهم اتنين هما الثنائي المرعب الTNF والعميل رقم 1 انترلوكين 1 والتيومر نيكروزيس فاكتور. طيب بيعملوا ايه بقى السيتوكاينز دول بقى بيعملوا الهيصة، بيعملوا هيصة وقلبان في الجسم كله، وشغالين على مستويين 1 2 لوكال وسيستميك. لوكال اكشن شغل موضوعي، بيخبطوا على جدار الوعاء الدموي خلايا الاندوثيليوم ويقولوا له اظهر وبان عليك الامان، فيخلي الجدار يطلع الادهيجن مولكيولز الكلبشات اللي بتمسك في خلايا المناعة. ده بشكل موضوعي. سيستميك اكشن شغل بقى على الجسم كله، في المخ وخصوصا الهايبوثالاموس بيروحوا يظبطوا الثيرموستات بتاع الجسم على العالي فيعملوا سخونية فيفر، وبيروحوا للكبد يخلوه يوقف كل حاجة ويصنع بروتينات الطوارئ الاكيوت فيز بروتينز، واشهر واحد فيهم بيعمل الحاجة دي هو العميل رقم 1. كمان هما السبب ان العيان بيبقى مكسر وهمدان وفاقد الشهية ونفسه يفضل نايم. فاكرين لما قلنا ان الخلية بتشم الريحة في الكيموتاكسس؟ اهو العميل رقم 8 واحد من اقوى الروائح اللي بتشمها خلايا المناعة، يعني هو كيموتاكتيك فاكتور بامتياز، ريحته فواحة. يبقى يلا نلم الليلة ونستفها في دماغنا قبل ما ندخل على البلازما درايفد. بدأنا بالهستامين بتاع الحساسية، بيعمل توسيع للوعاء فازو دايليتيشن وبيزود النفاذية increase permeability. بعدها اتكلمنا عن البروستاجلاندينز بتوع الحرارة والوجع، والإخوة الأعداء اللي بيشتغلوا عكس بعض، والليوكوترايينز بتوع الجي بي اس الكيموتاكسس، والنهجان برونكوسبازم. البليتلت اكتيفيتنج فاكتور هو الجوكر اللي بيجلط الصفائح الدموية ويرشح المية أقوى من الهستامين ب10,000 مرة. وأخيرا السيتوكاينز بتوع الدي جي والأعراض العامة والهمدان. حلو الكلام؟ حلو الكلام. خلصنا السيل درايفد كيميكال ميديتورز، تعالوا بقى نشوف ايه اللي جايين من البلازما. عندنا في الدم 3 أنظمة، 1 2 3، والتلاتة ماشيين نايمين في الدم في صورة inactive. التلاتة دول بيشتغلوا بنظام الكاسكيد او الضمنة، مجرد ما واحد يصحى بيصحي اللي بعده، زي ما الضمنة كده لو واحدة وقعت بتوقع الباقيين. اول واحد في التلاتة هو نظام المتمم الكومبلمنت سيستم. الكومبلمنت سيستم ده نظام دفاعي رهيب، بيتكون من اكتر من 20 بروتين. اهم حاجة في السيستم ده هو كسر بروتين السي 3. لما يتكسر السيستم كله بيتحول لانزيمات نشطة بتهجم على البكتيريا وتطلع لنا، عد معايا، C3A و C5A. دول بيروحوا للماست سيل ويخلوها تفرقع وتطلع الهستامين اللي جواها، وعشان كده بنسميهم بتوع الانافلاكسس او الانافلاتوكسينز. C5A ده اقوى مغناطيس في الجسم من الخلايا المناعية في عملية الكيموتاكسس، يبقى هو السترونجست كيموتاكتيك فاكتور. السي 3 بي ده اللي بيعمل اوبسونايزيشن، عملية التتبيلة بتاعة البكتيريا. بص كده الخلية ما بتلحقش ترمش، بتلاقي نفسها اتغطت بملايين الجزيئات من السي 3 بي عشان تفتح شهية الماكروفيج في ان هي تبلع البكتيريا. يبقى السي 3 بي عملية الاوبسونايزيشن، السي 5 اي عملية الكيموتاكسس. اخر واحد هو الماك الممبرين اتاك كومبلكس، من اسمه بيعمل اتاك للممبرين بتاع البكتيريا، بيعمل خرم في الممبرين فكل الحاجات اللي جوه تدلق بره،
فيحصل سيل لايزس والبكتيريا تموت. خلصنا كده الكومبلمنت سيستم. نيجي للكاينين سيستم. النظام ده بيطلع البراديكاينين، والبراديكاينين ده توأم الهستامين في الشغل، بيعمل فازو دايليتيشن وسويلنج زي الهستامين، لكن عنده ميزة عن الهستامين ان هو المسؤول الاساسي عن البين، الوجع الشديد اللي بتحسه في مكان الالتهاب. تالت نظام معانا هو نظام التجلط، الكلوتينج سيستم. الالتهاب والتجلط مرتبطين ببعض، والانزيمات هنا بتلعب دورين. الثرومبين ده مش بس بيعمل تجلط، ده هو اللي بيفتح الباب لخلايا المناعة زي النيتروفيل ويخليها تعمل ادهيجن وتلزق في الجدار. كمان الجلطة اللي اتكونت دي لما تتكسر، النواتج بتاعة التكسير دي بتشتغل زي الهستامين، فبتعمل فازو دايليتيشن، توسع الأوعية وتعمل ترشيح للمية. نقطة MCQ، البين بيعملوا اتنين، البروستاجلاندين من الخلايا والبراديكاينين من البلازما. طيب عشان نلم كل الليلة دي في دماغنا وما نتوهش في الامتحان، تعالوا نجمعهم حسب الوظيفة. الجدول اللي قدامك ده هو الزتونة لأي سؤال MCQ في الجزئية دي. مين بيعمل فازو دايليتيشن؟ احمرار وسخونة. علشان الوعاء يوسع والدم يتدفق بنحتاج التلاتة دول. الهستامين بشكل اساسي، النيتروك اوكسيد الغاز اللي بيوسع الاوعية، والبروستاجلاندين. طيب مين اللي بيزودوا البرميابيليتي فيعملوا سويلنج ورم ورشح عشان الوعاء يسرب مية؟ عندنا لستة طويلة. الهستامين والسيروتونين والبراديكاينين والسي 3A والسي 5A الانافلاتوكسينز والليوكوتراينز. مين من الليوكوتراينز انهي تخصص فيهم؟ التخصص اللي على اليمين، السي 4 والدي 4 والاي 4. اللي كان على الناحية الشمال بتاع الكيموتاكسس كان البي 4، وده مش بيعمل زيادة في البرميابيليتي، بيعمل كيموتاكسس. طيب مين بتوع الكيموتاكسس؟ مين بتوع الشمشمة اللي بيسحبوا الخلية من مناخيرها في المعركة؟ السي 5A والليوكوتراين بي 4 والعميل رقم 8 والبكتيريا البرودكت، ريحة العرق بتاعة البكتيريا، البكتيريا التوكسينز. طيب مين هم الميدياتورز اللي بيخلوك تحس بالوجع؟ لو سألك عن مين بيخليك تحس بالبين، هتدور على الاتنين اللي بحرف البي، البروستاجلاندينز والبراديكاينين، خليك فاكرها. طيب مين بتوع الفيفر؟ مين اللي بيعلوا الحرارة والسخونية؟ العميل رقم 1 والتيومر نيكروزوس فاكتور، ومعاهم العميل رقم 6 والبروستاجلاندينز. مين اللي بيعمل تكسير في الأنسجة؟ مين اللي بيعمل تيشو دامج؟ لقينا ان اللي بيكسروا في البكتيريا وبيكسروا في الأنسجة بتاعتنا بالمرة بيحصل كولاترال دامج، يعني دامج في الناحيتين. اللايزوزومال انزيمز، المقصات اللي جوه النيتروفيلز، والرياكتيف اوكسجين سبيشيز، الفري راديكلز اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. طيب يا شباب، بعد ما فهمنا مين بيدي الأوامر وإزاي الجنود بتتحرك، تعالوا نطلع بره الجسم ونبص بعينينا ونشوف هل كل الالتهابات شكلها واحد ولا لأ. لما بصينا لقينا إن شكل المعركة، المورفولوجي بتاع المعركة بيختلف حسب 3 حاجات: شدة الخبطة، السيفيريتي بتاعة الخبطة، نوع النسيج اللي اتصاب من الخبطة، والسبب اللي عمل الالتهاب. طيب خلونا نقسم الأشكال دي أو الأنواع دي ل4 أنواع. أول وأخف نوع هو السيرس انفلاميشن. ده بيحصل لما الإصابة تكون خفيفة، mild injury. السائل اللي بيخرج الإكزيوديت بيكون عبارة عن مية صافية clear water، قليل جدا في البروتين وقليل جدا في الخلايا. والإكزيوديت ده يا إما سائل طالع من الدم اللي هو البلازما، أو طالع من الخلايا اللي بتبطن التجاويف، الميزوثيليال سيلز. الأمثلة 3. أول مثال هو البلستر، السكين بلستر، مكان الحرق، مكان ما بتتلسع كده بيتكون بلستر، أو في رجلك مثلا لما تلبس جزمة ضيقة. تاني مثال هو الفيرال انفكشنز زي الهربس. المثال الأخير هو الإفيوجن. إفيوجن ده معناه إن حصل تجمع للفلويد، المية اتجمعت في الغشاء بتاع الرئة أو القلب، بس المية دي بتكون إيه؟ كلير، شفافة زي مية الحنفية بالظبط. ادي صورة اهي للمثال الثالث اللي هو الافيوجن، عبارة عن سائل شفاف متجمع في اللايننج بتاع اللنج. البلورة، فايبرونس انفلاميشن، الالتهاب الخشن. النوع التاني ده بقى اشد شوية، الاصابة هنا كانت عنيفة لدرجة ان هي خرمت الاوعية بزيادة، فالبروتينات التقيلة زي الفايبرينوجين قدرت ان هي تهرب
للنسيج وتتحول لفايبرين، خيوط ليفية صلبة. فين ممكن نشوف الفايبرنس انفلاميشن؟ قالك في الأغشية اللي بتغلف الأعضاء المهمة. زي ايه؟ زي المننجيس اللي بتغلف البرين، والبريكارديوم اللي بيغلف القلب، والبلورا اللي بتغلف الرئتين. طيب شكله ايه هي المورفولوجي بتاعته؟ لو بصينا بالعين هنشوف الجروس بيكتشر، بنشوف طبقة بيضة او صفرة كده وخشنة بنسميها بريد اند باتر ابيرنس. تخيل رغيف عيش كده مدهون زبدة، ولما تيجي تفتح الرغيفين عن بعض الزبدة بتعمل نتوءات كده خشنة. بالميكروسكوب بنشوف شبكة حمراء من الخيوط بتاعة الفايبرين، ريد ايزينوفيليك مش وورك. طيب ايه هو مصير الفايبرنس انفلاميشن؟ عندك سيناريو من الاتنين، يا اما نهاية سعيدة يا اما نهاية حزينة. النهاية السعيدة ان الماكروفيج الخلايا الاكولة تنظف الليلة والنسيج يرجع زي الفل. النهاية الحزينة بقى لو الفايبرين كتير بتدخل خلايا الترميم اللي هي الفايبروبلاست وتبني نسيج ليفي. الفايبروبلاست اهي بتبني نسيج ليفي، وده مشكلته ان هو بيكتم على العضو، بيكتم على القلب او الرئة. خلونا نشوف صورة على الطبيعة كده. ده القلب وده الغشاء اللي بيغلف القلب. لما نشيل طبقة منه بيظهر لنا البريد اند باتر ابيرنس. تالت شكل معانا هو السابراتيف او البيريولنت انفلاميشن. ده بقى النوع الاشرس والاعنف. السابراتيف انفلاميشن ده بيحصل بسبب بكتيريا بتربي صديد. بنسمي النوع ده من البكتيريا بايوجينيك بكتيريا، واشهرهم الستاف والستريب. البكتيريا دي بتعمل حاجتين، بتفرز سموم تموت النسيج وتسيحه فيحصل ليكوفاكتيف نيكروزس، وبتنادي على جيش مهول من النيتروفيلز. خلونا نراجع ايه هو تركيب البص. ايه هو الصديد؟ الصديد ده عبارة عن كوكتيل. الكوكتيل ده فيه الآتي: خلايا نيتروفيلز، في منها اللي صاحي وفي منها اللي ميت، بنسمي خلايا النيتروفيلز الباس سيلز. ومعاك نسيج ميت، معاك بكتيريا وشوية مية. يلا بينا نقسم السابراتيف انفلاميشن لنوعين: الابسس او الخراج وده حاجة لوكالايزد، سيلولايتس ودي حاجة ديفيوز منتشرة. نبدأ بالابسس او الخراج. طيب اللوكالايزد ابسس ده او الخراج بيحصل ازاي؟ ده بيحصل لما البكتيريا وغالبا الستاف بتفرز انزيم اسمه الكواجيوليز انزيم. الانزيم ده بيبني سور من الفايبرين حوالين المعركة ويحبس الصديد في تجويف واحد. لو بصينا على تركيب الخراج او الابسس من جوه لبره هنلاقي المنطقة اللي في النص السنترال زون دي عبارة عن منطقة الموت، موجود فيها الصديد والنسيج الميت. المنطقة اللي حوالين السنترال زون بنسميها الميد زون، ودي بيكون موجود فيها خلايا النيتروفيل الصاحية اللي لسه بتحارب. اللي موجود بقى على الطرف خالص هو البريفرال زون، ده سور الحماية بنسميه البيوجينيك ممبرين، وده معمول من أوعية دموية جديدة وخلايا ترميم اللي هي الفايبروبلاست عشان تمنع انتشار هذا الخراج. ملحوظات مهمة: الخراج في الجلد بنسميه بويل أو فيرانكل اللي هو الدمل. ده شكل الدمل اهو. لو كذا دمل بقى فتحوا على بعض بالذات في مرضى السكر بنسميه كاربانكل. يبقى ده الفيرانكل وده الكاربانكل. طب ايه هو الفيد بتاع الخراج ده؟ ايه مصيره؟ لازم يتفتح علشان يتفضى، وعمره ما يرجع نسيج سليم ابدا. نو ريزولوشن. دايما بيسيب مكانه نسيج ليفي وبيعمل سكارينج. كده خلصنا الابسس. نيجي للسيلولايتس او الالتهاب الخلوي. ده بيحصل مع بكتيريا غالبا الستريبت، والستريبت دي بتفرز انزيمات زي الهيالورونيديز انزيم، والانزيمات دي بتدوب الفواصل اللي بين الخلايا، فالصديد يسيح وينتشر في النسيج كله وما يتحبسش في مكان واحد. والموضوع ده خطير لانه بينتشر بسرعة جدا. شوفوا شكل الالتهاب عامل ازاي. هنا حصل سيلولايتس، وهنا برضو سيلولايتس، برضو سيلولايتس. رابع شكل معانا هو الألسر. ببساطة القرحة هي لوكال ديفكت، حفرة موضعية. حفرة يعني بت. يبقى تاني، القرحة هي لوكال ديفكت، حفرة موضعية في سطح العضو سواء بقى في الجلد او في الغشاء المخاطي. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل نيكروزيس وسلاشنج. النسيج ده بيموت ويقع فيسيب مكانه حفرة ملتهبة. ايه هي الاماكن الشهيرة؟ في الجهاز الهضمي الدايجستيف تراكت عندك مثالين: البيبتيك ألسر ممكن تكون موجودة في الاستومك او المعدة، وفي الاثنى عشر او الدودينم او الدويدينم، انطقها زي ما تنطقها. ممكن كمان يكون موجود في الجلد في السكين سيرفيس، بالذات في القدم السكري او حالات انيميا الخلايا المنجلية سيكل سيل انيميا بسبب نقص الدم. اسكيميك ألسر. الاسكيميا، الاسكيميا الاخطر ولا الهايبوكسيا؟ ما تجاوب يا اخي.
شوفوا ده شكل الألسر اهي، هنا برضو عندك ألسر، دي برضو تشكيلة من القرح اللي موجودة في الجهاز الهضمي. القرحة بقى أو الألسر ممكن تكون حاجة بسيطة بناين زي قرحة المعدة العادية، وممكن تكون خبيثة مالجننت لو حصلت بسبب سرطان في المعدة مثلا. ده شكل الألسر تحت الميكروسكوب، شايفين هنا حصل فقد في النسيج، وفي هنا انفلاميشن على الأطراف، هنا نسيج مات، الخلايا اللي حواليه بتصوت وتلم الناس وتعمل التهابات. ديابيتك فوت حصل فيها ألسر. يبقى الأشكال بتاعت الانفلاميشن تاني: سيرس انفلاميشن، فايبرونس انفلاميشن، سابراتيف انفلاميشن، ألسراتيف انفلاميشن، سيرس، فايبرونس، سابراتيف، ألسراتيف. طيب المعركة دي هتخلص على ايه؟ بعد كل اللي حكيناه ده قدامنا 3 سيناريوهات لنهاية الأكيوت انفلاميشن، والجسم بيختار حسب شدة الخبطة ونوع النسيج. السيناريو الأول والمثالي هو العودة للطبيعة Complete Resolution. ده السيناريو اللي كلنا بنتمناه، البكتيريا ماتت والمخلفات بتاعتها اتشالت والنسيج الميت اتشال والنسيج رجع سليم 100% كأن شيئا لم يكن. طيب ده بيحصل امتى؟ لو الإصابة كانت خفيفة mild والنسيج عنده قدرة ان هو يبني نفسه تاني، يعمل ريجنريشن، وده موضوع هنشرحه بعدين، وما حصلش تكسير كبير في البنية الأساسية بتاعة النسيج، الموضوع كان بسيط. تاني سيناريو هو التليف او الهيلينج باي فايبروزس. هنا المعركة كانت عنيفة وكسرت في عظم النسيج، او النسيج ده نفسه عزيزة وما بيعرفش يجدد نفسه، زي ايه؟ زي عضلة القلب والعضلات الهيكلية كاردياك ماسل وسكيليتال ماسل. طيب وايه الحل؟ الجسم بيلجأ للترقيع، بيبني نسيج ليفي سكار علشان يسد بيه الفراغ. الجرح بيلم لكن الوظيفة ما بترجعش زي الأول. السيناريو الثالث وهو الحصار المستمر Progression to Chronic Inflammation. الموضوع بيقلب بالتهاب مزمن. امتى؟ لو الجسم فشل ان هو يقضي على العدو اللي هو البكتيريا والعدو لسه موجود، او في حاجة معطلة عملية الهيلينج او الالتئام. المثال هنا التهاب رئوي بكتيري فشل ان هو يخف فيتحول لخراج مزمن في الرئة كورونيك لانج ابسس. هنا المعركة بتقلب من خناقة سريعة لحرب استنزاف طويلة. امتى نقول ان الالتهاب بقى مزمن بقى كرونيك؟ لو الموضوع طول معانا وقعد اسابيع وشهور، في الحالة دي شكل المعركة بيتغير تماما، مش بس في الوقت، لا كمان في نوع السلاح ورتب الجنود. النيتروفيلز قوات المشاة اللي على الشمال بتمشي، وبيجي مكانها الماكروفيج والليمفوسايت المخابرات والقوات الخاصة. دول مش بس بيحاربوا، دول بيبنوا وبيخططوا في نفس الوقت. تعالوا نشوف بقى يعني ايه التهاب مزمن وايه حكاية الجرانيولوما اللي بيحبوا يسألوا عنها في كل الامتحانات دي. يلا بينا. يبقى الاكيوت انفلاميشن عبارة عن خناقة شوارع سريعة وعنيفة وبتخلص اوام، لكن لو الخناقة دي طولت وقعدت أسابيع وشهور وسنين، هنا بندخل في منطقة الكرونيك حرب الاستنزاف. التعريف هو التهاب مدته طويلة prolonged duration. بس الغريب بقى هنا ان الثلاث عمليات دول بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت. Active inflammation نار الالتهاب لسه قايدة، tissue destruction تكسير في النسيج شغال وما بيقفش، هيلينج وريبير محاولات الإصلاح والتعمير شغالة، كله شغال في نفس الوقت. والكرونيك انفلاميشن ده بيمهد للأورام السرطانية الكانسرز. طيب لو بصينا تحت الميكروسكوب ايه اللي هنشوفه في الكرونيك انفلاميشن الالتهاب المزمن؟ لو بصينا تحت الميكروسكوب هنلاقي المشهد اتغير تماما عن الاكيوت. اول حاجة مش هتلاقي نيوتروفيلز، هتلاقي فقط المونو نيوكليار سيلز. زي مين؟ زي الماكروفيج الوحوش اللي بتبلع، والليمفوسايتس المخابرات، والبلازما سيلز. وكل الخلايا دي بتطلع سيتوكاينز، والسيتوكاينز دي مهمتها ان هي تطول من مدة المعركة. غير السيلولار انفلتريشن هتشوف حاجة تانية وهي الدمار الشامل. النسيج عمال يتكسر، يا اما بسبب المجرم اللي لسه موجود ومقاوح، يا اما بسبب نيران صديقة من الخلايا المناعية اللي عمالة تضرب عمال على بطال. تالت حاجة هتشوفها هي محاولات الإصلاح والتعمير. الجسم بيحاول يلم الدور ويصلح اللي اتكسر، فبيعمل حاجتين: انجيوجينيسيس بيبني شبكة أوعية دموية جديدة وصغيرة، بيعمل فايبروزس بيرمي نسيج ليفي مكان النسيج اللي مات. أسباب الالتهاب المزمن. طيب ليه الخناقة دي ما بتخلصش والموضوع بيقلب بكرونيك؟ أول حاجة إن جهاز المناعة يفشل إن هو يقضي على العدو من المرحلة الأكيوت. مثال: عندك خراج في الرئة acute lung abscess
معرفناش نعالجه فقلب بكرونيك ابسس. الحالة التانية جراديوال اونست، المرض بدأ مزمن من اول يوم وما عداش خالص على الاكيوت، وده بيحصل في حالتين: الريزيستنت اورجانيزم، يحصل لك عدوى بكائن رخم زي التي بي ده صعب تموته وجسمه محمي، يعني بيعيش جوه الخلايا وبيموت ببطء شديد وبيحتاج نفس طويل. الحالة التانية بيرزيستنت توكسينز، التعرض المستمر للسموم. السموم دي ممكن تكون اكسوجينس او اندوجينس. اكسوجينس زي السيليكا دي مادة كده الجسم مش عارف يهضمها ولا يتخلص منها، فبتعمل مرض اسمه السيليكوزس في الرئة. التوكسينز دي ممكن تبقى حاجة داخلية زي مرض الأثيروسكليروزس، تصلب الشرايين، ده عبارة عن التهاب مزمن في الشريان بسبب ترسب الدهون والكوليسترول اللي الجسم مش عارف يتعامل معاهم. وأمراض المناعة الذاتية الأوتو إميونيتي، الجهاز المناعي هنا اتجنن وعمال بيهاجم الجسم نفسه من غير ما يوقف، هنا بيضرب في جوينت، هنا بيضرب في الرئة، زي روماتويد أرثرايتس والربو الشعبي البرونكيال أزمة. الالتهاب المزمن الكرونيك انفلاميشن هنقسمه نوعين: نوع نون سبيسيفيك ونوع سبيسيفيك. النوع النون سبيسيفيك أو الغير مخصص ده النوع العادي الاورديناري تايب، بيجي غالبا بعد التهاب حاد ما انتهاش كويس زي الكرونيك ابسس. تحت الميكروسكوب بنشوف شوية خلايا مناعية وتليف ملوش شكل مميز عن غيره يعني. لكن الكرونيك سبيسيفيك ده بقى الباشا، بيبدأ مزمن من اول يوم وليه شكل مميز جدا تحت الميكروسكوب يخليك تعرف السبب مجرد ما تبص، زي ما تشوف البويضات بتاعة البلهارسيا هنا. اهم واشهر شكل في الكرونيك سبيسيفيك هو الجرانيولوما. يبقى ايه هي الجرانيولوما؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن. تعالى نمسك الجرانيولوما دي نفصصها. ركزوا بقى لان الجرانيولوما دي مهمة جدا جدا جدا. يعني ايه جرانيولوما؟ الجرانيولوما دي عبارة عن معتقل الجسم بيعمله علشان يحبس جواه عدو رخم مش قادر يتخلص منه او مش قادر يقضي عليه. طيب الجرانيولوما دي عبارة عن ايه؟ قالك الجرانيولوما دي عبارة عن تجمع من الاكتيفيتد ماكروفيج وحواليها تي ليمفوسايتس، بيكون في النص نيكروزس، ونوع النيكروزس هنا غالبا كازياس نيكروزس. طيب مين هو بطل القصة دي؟ الماكروفيج. الماكروفيج لما بتلاقي العدو قوي بتعمل ليفل اب وبتتحول لشكلين: الابيثيليويد سيلز، يعني بتبقى شبه الابيثيليوم، خلية بتكبر وتحمر ويبقى شكلها شبه الخلايا الطلائية الابيثيليال سيلز، فعشان كده سميناها اشباه الطلائية الابيثيليويد. بتتحول كمان للمالتي نيوكلييتد جاينت سيلز. المالتي نيوكلييتد جاينت سيلز دي هي خلايا كبيرة عندها اكتر من نيوكليوس، هي عبارة عن اندماج كذا خلية مع بعض يعني. ولو الجرانيولوما دي قديمة الجسم بيحوطها بسور من الفايبروزس علشان يضمن ان العدو مش هيخرج من السجن ده. خلية ماكروفيج عادية اتحولت لإيبيثيليويد سيلز، خلية شبه الإبيثيليال سيلز، ولما كذا واحدة من الخلية دي يندمجوا مع بعض ويبقى الأنوية بتاعتهم كلهم موجودة في خلية واحدة كبيرة بنسميها المالتي نيوكلييتد، يعني متعددة النواة جاينت سيلز وحجمها كبير. طيب ايه هي انواع الجرانيولوما؟ انواع الجرانيولوما قسمناها حسب السبب. لو الجرانيولوما سببها عدوى غالبا بنلاقي في قلبها نسيج ميت نيكروتايزنج، زي ايه؟ زي التي بي، السل، الليبروسي، الجذام، السيفالس الزهري والبلهارسيا. لو السبب جسم غريب فورين بودي غالبا ما بيكونش فيه نسيج ميت، زي ايه؟ زي خيط الجراحة الجسم مش عارف يدوبه، او السيليكا. النوع الثالث سببه مجهول unknown etiology، برضو ما فيهوش اي نيكروزس، ما فيش اي نسيج ميت، زي ايه؟ زي الساركايدوزس والكرونز ديزيز. جدول جميل جدا عشان نلم الليلة. كل نوع التهاب من دول ليه خلايا خاصة بيه: الاكيوت انفلاميشن النيوتروفيلز او الباس سيلز، كرونيك انفلاميشن الليمفوسايت والبلازما سيلز، البارازيتيك انفكشن العدوى الطفيلية بيبقى موجود بكثرة جدا الايزينوفيلز تحت الميكروسكوب. كل ده بيتشاف تحت الميكروسكوب طبعا. تريكات واستثناءات عشان الام سي كيو: لو الاكيوت انفلاميشن سببها فيروس فهتلاقي خلايا ليمفوسايت كتير. لو الاكيوت انفلاميشن سببها الرجي هتلاقي ايزينوفيلز كتير. لو الاكيوت انفلاميشن سببها تايفويد هتلاقي نيوتروبينيا. يعني ايه؟ يعني النيوتروفيلز عددها بيقل. في الكرونيك انفلاميشن الماكروفاج مهمة جدا، والجانت سيلز اللي بنشوفها في الجرانيولوما. طيب هل الالتهاب بيفضل محبوس في مكانه؟ لا طبعا، ده بيسمح في الجسم كله.
الجسم بيعلن حالة طوارئ عامة بنسميها الأكيوت فيز ريسبونس. الأكيوت فيز ريسبونس. تعالوا نشوف الجسم بيتعامل ازاي مع الحالة دي. رقم 1 الحمى. الحرارة بتعلى فوق الطبيعي بحوالي من درجة ل4 درجات. طيب ايه هي الميكانيزم؟ الموضوع بيتم ازاي؟ الموضوع بيبدأ بمواد اسمها البايروجينز، مولدات حرارة. البايروجينز دي في منها خارجية زي السموم بتاعة البكتيريا، وفي منها داخلية زي السيتوكاينز والعميل رقم 1 والتي ان اف، تيومر نيكروزيس فاكتور. المواد دي بتروح للمخ للهايبوثالاموس وتخليه يصنع البروستاجلاندينز، وهي دي اللي بتعلي السيرموستات بتاع الجسم وترفع الحرارة. عشان كده لما بناخد خافض حرارة زي الباراسيتامول بيقفل تصنيع البروستاجلاندين فالحرارة تنزل. تاني حاجة الكبد بيوقف اللي في ايده ويبدأ يصنع بروتينات معينة بتركيز عالي. زي ايه؟ زي السي رياكتيف بروتين السي ار بي او الفايبرونيجين. والفايبرونيجين ده لما يزيد في الدم بيخلي كرات الدم الحمراء تلزق في بعضها وتعمل طوابير، وده اللي بيخليها تترسب بسرعة في قاع الأنبوبة فتعلي من سرعة الترسيب الاي اس ار، الاريثروسايت سيديمنتيشن ريت، ودي بنشوفها في التحاليل. تالت حاجة ليوكوسايتوزيس. الطبيعي بتاعنا من 4000 ل 11000، لكن في الانفلاميشن النخاع بيضخ كميات هائلة من الخلايا بتوصل من 15 ل 20000. ده احيانا كمان في حالة اسمها الليكومويد رياكشن، هنا ممكن توصل ل 100000. الرقم ده يخوف لانه شبه ارقام سرطان الدم اللوكيميا، بس ده مجرد رد فعل عنيف جدا من الجسم للعدوى الانفكشن. ونوع الانفكشن بيحدد مين اللي يزيد من الخلايا دي. يعني البكتيريا بتزود النيتروفيلز، والفيروسات بتزود الليمفوسايت، والطفيليات والحساسية بتزود الايزينوفيلز. ارجع للجدول اللي فات. نقطة مهمة، في حالات زي التايفويد والتي بي كرات الدم البيضاء عددها بيقل مش بتزيد، بيحصل ليوكوبينيا عكس الليوكوسايتوزس. اخر حاجة في الاكيوت فيز ريسبونس هي ان المريض بيرعش وبيحس بالبرد. الجسم في الحالة دي بيحاول يحافظ على الحرارة جواه علشان يحارب، فيقوم يعمل ريدايركشن اوف بلاد، بيعيد توجيه الدم، يسحبه من الجلد والسطح ويوديه فين؟ للأعضاء الداخلية عشان يمنع فقدان الحرارة. عشان كده الجلد بيبقى شاحب والعيان يحس بالبرد ويرتعش عشان يولد حرارة زيادة. الرعشة دي بتولد حرارة. نختم بقى بمثال عملي وتطبيق مهم جدا يجمع كل اللي فات. اوستيومايلايتس. يعني ايه؟ الاوستيومايلايتس ده التهاب في العظم ونخاع العظام، البون والبون مارو، وغالبا سببه عدوى ميكروبية. طيب مين المجرم اللي بيعمل كده؟ مين هو الكوزيتيف اورجانيزم؟ اي ميكروب ممكن يعملها، فيروسات، طفيليات، لكن الباشا هنا هو الستاف اوريوس البيوجينيك بكتيريا، مسؤولة عن 80 ل 90% من الحالات. الرقم ده حفظ. والمسؤول عن الحالة دي في حديث الولادة هو الجروب بي ستريبت والاتش انفلونزا. نقطة ام سي كيو، مريض السيكل سيل انيميا الكوزيتيف اورجانيزم عنده غالبا السالمونيلا. طيب ايه هو الروت اوف انفكشن؟ البكتيريا بتوصل للعظم ازاي؟ رقم 1 عن طريق الدم، هيماتوجينس، وده الموست كومن، دم في الجلد او التهاب سرح في الدم ووصل للعظم. رقم 2 انتشار مباشر، دايركت اكستنشن، قرحة في قدم سكري او خراج في العضلات، مايوسايتس، اكل النسيج ووصل للعظم اللي تحته. تالت واخر طريق معانا هو الامبلانتيشن، دايركت امبلانتيشن. انا هنا عندي كسر مفتوح، اوبن فراكتشر، او عملية جراحية دخلت البكتيريا للعظم، ديليفري. التارجت لوكيشن او المكان المفضل للبكتيريا دي عند الاطفال هو الميتافيسيس، الاطراف بتاعة العظام الطويلة. ليه؟ لان ده مخزن الدم. طيب تعالوا نشوف السيناريو ونعرف ايه الاربع مراحل اللي بتحصل جوه العظمة دي في اول اسبوع. رقم 1 النيكروزيس، البكتيريا بتتكاثر، النيتروفيلز بتهجم، الصديد بيتكون، الصديد بيضغط على الأوعية الدموية فتقفل، فالعظم يموت من نقص الدم. هاشتاج اسكيميا اند نيكروزيس في أول 48 ساعة. بعد كده بيتكون الخراج، سبريوستيال ابسس، الصديد بيخرم القشرة ويتحوش تحت الغشاء الخارجي للعظم اللي هو البروستيوم، وممكن يفتح على الجلد بفتحة صف الصديد لبره بيسموها ساينس. لما حتة الغشاء دي او البروستيوم تترفع الدم بيتقطع تماما عن العظمة، فتموت حتة عظمة وتتفصل عن السليم اللي حواليها. الحتة الميتة المعزولة دي بنسميها سيكويسترم. يبقى السيكويسترم عبارة عن ديتاتشد ديد بون.
حتة عظمة ميتة ومفصولة عن العظم السليم. بعد أسبوع الجسم بيبني عظم جديد عشان يحوط الحتة الميتة ويحاصر العدوى. العظم الجديد ده بنسميه انفوليكرم. طيب ايه هي الأعراض وايه هي المضاعفات؟ العيان بيجي بسخونة ورعشة ووجع رهيب في العظمة، وفي الأشعة الإكس راي بنشوف منطقة تآكل لايتك فوكس وحواليها منطقة بيضة وناشفة بنقول عليها اسكاليروزيس. مضاعفات الأكيوت أوستيومايلايتس إن هو ينتشر، ممكن ينتشر ويوصل للمفاصل فيحصل سيبتيك أرثرايتس، أو يوصل للدم فيحصل سيبتيسيميا، أو ممكن يقلب بكرونيك أوستيومايلايتس، يقلب مزمن. الموضوع يقلب كرونيك في 5 ل 25% من الحالات. لو الحالة ما اتعالجتش صح بتقلب كرونيك أوستيومايلايتس. بنعرفها بوجود السيكوسترا عايم جوه صديد وحواليه الانفوليكرم وفي قناة بتصفي الصديد للجلد. طيب ايه هي مضاعفات الكرونيك أوستيومايلايتس؟ مهمة جدا. 1. كسر مرضي باثولوجيك فراكتشر، العظمة بقت هشة جدا. 2. اميلودوزيس، بيترسب بروتين غريب بسبب الالتهاب المزمن. رقم 3. السكويما سيل كارسينوما، الفتحة اللي بتصفي صديد الساينس تراكت ممكن تقلب مالجنانت بعد سنين. عندنا تو سبيشال فورمز، الأولى هي البراودي أبسس، ده خراج صغير ومتحوط بعظم ناشف بيجي غالبا في التيبيا. الحالة التانية هي السب اكيوت اوستيومايلايتس، نوع خبيث مفهوش اعراض واضحة فالدكاترة ممكن يفتكروه ورم ويتأخروا في التشخيص. وبكده يا دكاترة نكون فرمنا موضوع الانفلاميشن من اوله لاخره، اكيوت وكرونيك، وعرفنا كل تفاصيله. ذاكروا كويس وحلوا الاسئلة، وان شاء الله اشوفكم المحاضرة الجاية مع موضوع الهيلينج اند ريبير، عملية اعادة البناء، عملية التعمير والاصلاح. والسلام عليكم.